السبب اللي هنتكلم فيه بعد كده هو مجموعة من الأمراض بيسموها ثرومبوفيليا، وهي أمراض بتؤدي إلى حدوث تجلطات في الدم، مثلا زي فاكتور 5، زي أنتي ثرومبين 3، زي بروتين سي أو نقص بروتين سي أو بروتين اس. مجموعة الأمراض دي بتؤدي إلى عدم اكتمال الحمل في بعض السيدات وبتؤدي إلى حدوث إجهاض متكرر. هل وجود عدوى أو وجود التهاب ممكن تؤدي إلى حدوث إجهاض متكرر؟ عشان تؤدي إلى حدوث إجهاض متكرر لازم تكون مرض مزمن في الرحم، ودهوت من النادر حدوثه. عشان كده طلب بعض التحاليل زي التوكسوبلازما والروبيلا والسيتوميجالو فيروس ما بقتش مطلوبة زي زمان، لأن هو فعليا ما بقتش ليها علاقة بحدوث إجهاض متكرر. هل ممكن ما نوصلش لسبب؟ نسبة كبيرة من حالات الإجهاض المتكرر بتكون بدون سبب، ودي بتبقى الأصعب لأن دي بتمثل قلق نفسي وتوتر للزوجين لأن مش عارفين نوصل لحاجة. جزء كبير من العلاج بتاع الإجهاض المتكرر بيتمثل في الدعم النفسي، وإن احنا نعمل سبورت كويس للزوجين ممكن يؤدي إلى اكتمال الحمل لوحده بشكل كبير. لو عندك سؤال ابعتلنا ونقدر نجاوبك عليه.